ولد يوم 6 يونيو 1978 بباريس، وهو مغني وممثل فرنسي له جنسيات أخرى مغربية وجزائرية. نشأ وترعرع بمدينة مونتي لا جولي إحدى ضواحي باريس، تعود أصوله إلى مدينة تلمسان بالجزائر. يعتبر فوديل أحد أهم الفنانين الجزائريين المعاصرين، وبداية شهرته كانت مع ظهور أول ألبوماته بعنوان البيضاء. والآن يعد فوديل من أهم المطربين الفرانكو الجزائريين، وخاصة بعدما حقق ألبوم مونديال كوريدا نجاحا. يعيش الشاب فوديل حاليا بالمغرب بمدينة مراكش بعد حصوله على الجنسية المغربية سنة 2012. كانت بداية شهرته سنة 1997 عندما أطلق ألبومه الأول البيضاء، وعمره لا يتجاوز 19 عاما، حيث حققت كل من تيلمون جو تيم وديموا نجاحا كبيرا في الإذاعات الفرنسية، والمبيعات التي وصلت إلى أكثر من 350 ألف نسخة كاملة من الألبوم، محققا قرصين ذهبيين. سنة 1999 توج بجائزة ريفيلاسيون دو لاني، إحدى جوائز الموسيقى الفرنسية السنوية، ثم واصل جولته الموسيقية حيث أحيا حفلتين في أولمبيا. سنة 2000 أحيا فوديل حفلا في سنترال بارك في نيويورك، وفي نفس العام سيتوج بجائزة من جوائز الموسيقى العالمية. وفي غضون ذلك عاد للعمل على ألبومه الثاني السمرة الذي صدر سنة 2001. في 2 سبتمبر 2003 أصدر Un Autre Soleil، على الرغم من أن الألبوم يحتوي على بعض الأغاني العربية، إلا أنه ألبوم فرنسي بشكل رئيسي، كأغنية جو فيفر التي تم بثها في الإذاعات الفرنسية. بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، أصدر رفقة المطرب الفلسطيني محمد عساف أغنية راني. بعدها بأشهر أعلن فوديل عن تسجيل ألبوم جديد بالتعاون مع المنتج والموزع المغربي رضوان، ثم أصدر أغنية All Day All Night صيف 2018 من توزيع هذا الأخير، وأغنية منفردة تحت عنوان Mon Dieu سنة 2019. سنة 2020 أصدر جديد أعماله الفنية تحت عنوان Histoire شابة، ثم أغنية سمايل. إلى جانب مسيرته الغنائية، قرر فوديل اتخاذ منعطف جديد نحو التمثيل، فشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان سامي البيضاء في 2012. وهذه قائمة الأفلام التي شارك فيها: 1998 لكاستونور، 1999 جوستيس، 2000 لو باتمون ديل دي بابيون، 2001 با ديستوار، 12 regards sur le racisme au quotidien. وكذلك الموسيقى التصويرية: 2000 البورجوازية، 2004 باب الويب، 2006 لو سايمون.